السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة هعمل معاكم اللازانيا بطريقة سهلة وبسيطة واتمنى ان شاء الله تعجبكم. نقول بقى بسم الله كده ونبدأ نقول المكونات عندنا. انا هنا معايا اللازانيا الملكة، في انواع كتير قوي ممكن تستخدميها اللي انت حباه. انا كان متواجد عندي الملكة، ومعايا جبنة موتزاريلا، ومعايا عصير طماطم، ومعايا 3 بصلات مبشورين ناعم جدا. اللازانيا بتبقى عايزة بصل مبشور ناعم. ومعايا حوالي 300 جرام لحمة او اكتر شوية صغيرين، ومعايا دقيق، ومعايا لبن، معايا 4 معالق دقيق، ومعايا لبن بحوالي لتر ونص. لبن ممكن يبقى لتر واحد لبن وتكملي الباقي بمية، او لتر واحد لبن وتكملي الباقي بشوربة اللي موجود عندك. انا كان عندي لبن متوفر فاستخدمته وخلاص. انا هنا الحلة كان فيها شوية مية بس هفضيهم في الحوض وارجعها عشان تسخن بسرعة. انا هنا هعمل اول حاجة البشاميل بتاع اللازانيا، لان اللازانيا بتعتمد على السوائل عشان تستوي، عشان نعملها من غير ما نسلقها. انا خدت 3 مكعبات زبدة وهحط معاهم معلقه زيت تقريبا، لان الزبده لما بنيجي نستخدمها بالذات لما بنيجي بنحمر بيها حاجه لازم نحط معاها زيت عشان ما تتحرقش مننا وتمرر الحاجه. انا هنا هبدا ادوب الزبده مع الزيت، وهنزل بالاربع معالق دقيق. البشاميل بتاع اللازانيا بيكون خفيف ما بيكونش تقيل، بيكون خفيف ما بيكونش تقيل، مش زي المكرونه البشاميل او اي انواع تانية من البشاميل. هبدأ بقى احمر في الدقيق كده، وفي قطعة لسه زبدة مسحتش هتسيح دلوقتي. هقلبها كويس مع بعض اهو. الزبدة بدأت تسيح وتبان اهي بقى خلاص. هدخلهم كويس جدا مع بعض لحد ما البشاميل عندي ياخد لون ذهبي شوية. هقلب كويس جدا. اللازانيا من الاكلات التقيله يا جماعه، يعني اللازانيا مش اكله خفيفه خالص. اللازانيا من الاكلات انا بالنسبه لي بحس ان هي دسمه جدا والتقيله مش خفيفه. هنا بقى بنزل باللبن. انا كان عندي لبن متوفر فنزلت بيه كله، ما حبيتش ازود ولا شوربه ولا ميه، حبيت يبقى طعمها زي ما هو. هقلب بقى تقليبه كويسه وهرفعه على النار ورا عشان ابدا اعمل العصاج بتاع اللازانيا، عشان انجز وقتي وابقى خلصت كله شغال مع بعضه ونخلصها بسرعه. انا شغلت النار ورا وهرفعها ورا. هعلي النار، هاخد الطاسه، هحط برضو مكعبين زبده مع معلقه زيت عشان ما تتحرقش. هقلب البشاميل، هنزل بمكعبين الزبده معاهم معلقه زيت برضو تقريبا او معلقتين، يعني انا هحط بالازازه بقى وخلاص. انا حطيت شويه عشان برضو متحرقش. اللي هيشوف ان الزبده والزيت كتير يا جماعه، الطاسه دي غويطه جدا بتبين الزيت او السمنه او الزبده او اي كان الماده الدهنيه اللي بتستخدميها، بتبين ان هي كتير قوي. بس هي بالعكس هي مش كتير، لان دلوقتي لما ننزل البصل هتختفي، مش هيبقى فيه زيت عايم او سمنه او زبده او اي حاجه. هي الطاسه بس اللي عشان عامله زي الكوره من تحت غويطه بتبين ان الحاجه كتير. وانا واقفه بقلب في البشاميل زي ما انتم شايفين كده عشان ما يحصلش فيه اي تكتلات ويخليني انا لازم اطحنه او اي حاجه تانية. هقلب بقى الزبده والسمنه ادخلهم في بعض. هنزل البصل، 3 بصلات مفرومين ناعم او مبشورين ناعم زي ما تحبي. بصوا انا اول ما دخلت البصل مع الزبده والزيت، بصي الزبده والزيت اختفوا، يعني انا ما كنتش حاطه كميه كبيره، هو بس ظاهر في الكاميرا ان في كميه كبيره. هبدأ اقلبها كويس اهي لحد ما البصلة عندي خلاص بقت يعني دبلت. هنزل باللحمة. اللحمة كانت عندي في الفريزر فانا ما حبيتش تكون ان هي سايحة قوي، يبقى فيها التلج بتاعها برضو شوية عشان ما يبقاش غلط ان احنا نسيب الحاجة بره تسيح خالص ونرجع نستخدمها، ده بيبقى فيه غلط وخطورة شوية في الاكل. لما ناخد الحاجة متجمدة زي ما هي ونشتغل بيها اهم حاجة تبقى نظيفة وكويسة جدا، واحنا قبل ما ندخلها الفريزر عشان نستخدمها بعد كده بمنتهى السهولة. هحط ملح بقى، احط معلقه ملح. انا هنا زودت شويه ملح لان انا عندي الملح ده نوعه اليود بتاعه هادي جدا جدا، فبيخليني ازود ملح شويه. طبعا الملح ده كل واحده تقدر
ان هي تظبطه. في ناس بتحب الاكل حادق، ناس بتحب الاكل متوسط، ناس بتحب الاكل عادم خالص، فالملح ده في ايدك انت. وانا حاطه فلفل اسود وحبهان مطحون بودر. هقلب بقى كويس لحد ما يعني يدخل في بعضه او تسيح اللحمه شويه. هقلب برضه في البشاميل ما بنساهوش طول ما انا واقفه، ايدي شغاله فيه عشان ما يكلكعش او ما يلسعش من تحت. هنا هقلب برضه كويس جدا. هنا بقى حصل مشكله اسف عليها، الكاميرا فصلت من غير ما اخد بالي. انا هنا ما عملتش اي حاجه بس غير ان انا نزلت الصلصه العصير الطماطم مش كله، هوريكم اخدت منه قد ايه. حطيت مكعب مرق الدجاج والبشاميل بهرته وحطيت عليه ملح، وحطيت على البشاميل بس ملح وفلفل اسود ومكعب مرق الدجاج فقط. وانا هنا ما حطيتش كل عصير طماطم، هي بس اللي حصلت الغلطه دي مني ان الكاميرا فصلت وانا واقفه بصور ما خدتش بالي. هو ده اللي انا عملته بس ما عملتش اي حاجه تانية. وهنا هقلب كويس البشاميل عشان مرقه الدجاج تدوب، ما تكونش مكتله في مكان واحد. وهقلبها هي خلاص بدات اهو. بصوا البشاميل ناعم جدا وسايل شويه مش تقيل. هي اللازانيا بتحب البشاميل الكتير، يعني تعملها حلة بشاميل كده حلوة، واللي يفيد منك حطيه في التلاجة تقدري تستخدميه لو بعدها بيومين في اي اكلة تانية. هجيب هنا بقى الجبنة المبشورة، هاخد نصها احطها مع البشاميل والنص التاني هسيبه عشان احط على الوش. انا بحب اعمل الحركة دي عشان بتخلي البشاميل داخل فيه الموتزاريلا، بيديها طعم حلو وبيديها برضو في نفس الوقت قوام حلو. والحركه دي اتعلمتها من اخت جوزي بصراحه، هي اللي قالت لي عليها وهي اللي علمتهاني. انا برضه اتعلمت منها حاجات حلوه يعني عشان ما بقاش يعني ليها برضه فضل في الموضوع ده. اتعلمت حاجات كتير قوي من امي برضه ربنا يخليها ليا ومن اخت جوزي ومن على النت ومن صحابي، يعني من ناس كتير. يعني بالذات الاكل ده يعني انتي بتخشي المطبخ عشان تعرفيه وصفات كتير وتعرفي تتعلمي منها كويس. انا هنا بقى قلبت خلاص كده، هي خلاص استوت تقريبا، دخلت على سوا كده خلاص استوت اهي. هي بتاخد على النار تقريبا البشاميل والعصاج مع بعض ما بياخدوش اكتر من ربع ساعه على النار. هاجي هنا بقى انا استبعدت البايركس ده لان شكل المركب ومنفعش ان انا احط فيه اللازانيا، لازم حاجه مستطيله. للاسف وقع مني اتكسر، فجبت حاجه بديله ليه او مشابهه ليه مستطيله عشان اعرف افرد فيها. وده سمك البشاميل اللي انا عاوزاه، واللحمه جاهزه. هبدا اخد بقى بالكبشه كده هنزل في الطاجن او الصينيه المستطيله اللي انا هعمل فيها، وهوزعها كويس واحط شويه كويسين عشان يا جماعه اللازانيا بتعتمد على السوائل اللي موجوده في الطاجن، هو اللي هيسويها عشان ما نسلقهاش. لان في ناس بتعملها برضو بطريقه المسلوقه وهم شايفين ان هي احلى، فتمام مفيش اي مشكله، كل واحد بيعمل الطريقه اللي هو بيحبها. انا بحب كده اسهل لي بكتير قوي على طول بدل ما لسه هسلق واحط والكلام ده كله. هنا هاخد بقى اللحمه هقسمها على جزئين، هاخد جزء في الطبقه دي وجزء في الطبقه اللي بعدها عشان الطاجن اللي عندي ده مش هياخد اكتر من 3 طبقات، طبقه في الارضيه وفي النص وعلى الوش وبس، انه مش كبير. وهنزل بالبشاميل تاني. ممكن بقى تقدمي جنبها بانيه، تقدمي جنبها بطاطس محمره بس وتستكفي بكده. يعني انا عن نفسي بحطها الوجبه عشان داخل فيها لحمه وبشاميل يعني وزي مكرونه برضه تقريبا، فبالنسبه لي بحمر جنبها بطاطس وشويه لسان العصفور وكده بالنسبه لي الوجبه مظبوطه جدا، ما بعملش جنبها حاجه تانية. في ناس بتحب تحط اي اكلات تانية جنبها تمام مفيش مشكله. في ناس بتحب قوي تحط مشروم، تحط فلفل الوان، تحط جبنه مبشوره موتزاريلا شيدر رومي، كل الحاجات دي في امكانياتك انت مفيش اي مشكله، بس هي دي الاساسيه بس من غير اي حاجه، هي دي الاساسيه بتاعتها. اي مكونات اضافيه تانية ده في ايدك انت مفيش اي مشكله. الاكل يا جماعه اذواق والطعم اذواق، كل واحد بيحب الاكل اللي هو بيحبه. انا هنا خلاص خلصت اللحمه اهي حطيتها. هحط بقى احط بشاميل اقصد تاني. هنفضل نعمل طبقات كده، بشاميل لازانيا لحمه، بشاميل لازانيا لحمه، بشاميل لازانيا، وعلى الوش اخر حاجه هو البشاميل بس بعد طبقه اللازانيا على طول. انا اهو هحط هنا اهوت البشاميل وهرص اللازانيا اهو.
اخر طبقه لازانيا احطها كده. الطاجن عندي استكفى قوي وخلاص، ما بقاش مستحمل ان انا احط حاجه تانية فيه. انا يا دوبك احط اخر طبقه بشاميل على الوش وبس كده. انا هنا خلاص سويتها. هنزل بقى باخر طبقه بشاميل على الوش. هيفيد معايا شويه بشاميل، انا مش هرميهم طبعا، هحطهم في علبه في التلاجة وخلال اليومين هكون مستخدماهم. عاوزه اتقلهم على النار بتقلهم بمعلقه دقيق، مش عاوزه وعاوزاها كده هستخدمها في حاجه يعني بشاميل خفيف تمام، مش هتقول لا. هجيب بقى معلقه عشان اساوي كل الطروف دي، عشان اللازانيا مبقاش فيه فوارغ فيها، عشان تستوي كويس. هي بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة، ومش شواية عشان لو عايزة الوش يحمر قوي. بتاخد حوالي برضو يعني 5 دقايق او 4 دقايق على الوش. هاجي بقى اخر حاجة احط الجبنة الموتزاريلا على الوش. واكون مسخنة الفرن كويس. هدخلها الفرن بقى وهرجع لكم تاني ما ادخلها الفرن. هي هتاخد مني نص ساعة بالظبط في الفرن وهطلعها. هي كده طلعت من الفرن خلاص. الاضاءة بس مش واضحة قوي، المكان اللي انا مغيراه المطبخ طبعا متغير، مش هو اللي انا بصور فيه دايما. ان شاء الله تكون الوصفة تكون عجبتكم وسهلة وطريقة بسيطة. وما تنسوش الاشتراك في اللايك والاشتراك في القناة. انا هنا خدت منها قطعة عشان اوريكم هي استوت ازاي ومن جوه عاملة ازاي. هي طرية جدا جدا ولساني بصوا البخار طالع منها، واستوت جدا وطعمها حلوة. واتمنى تكون الحلقة عجبتكم، واستنوني ان شاء الله في حلقة جديدة ووصفة جديدة مع مطبخ روبي. وما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة. واتمنى تكون الوصفة عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.